السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. النهاردة طبعا مش النهاردة بس، الكام يوم اللي فاتوا ومؤخرا النهاردة أسعار الذهب زي ما كلنا شايفين مولعة. طبعا أنا نزلت بوست من شوية قلت أنا نبهت، بقى لي 10 شهور بتكلم وأنا أول واحد نبهت. كان كله بيقول الذهب الذهب الذهب، وأنا طلعت وقلت في فيديوهات كتير جدا موجودة عندي على الصفحة. قلت يا جماعة اللي يعرف يشتري ذهب يشتري، بس من بره مصر ما يشتريش من مصر، لان اللي بيحصل في مصر ده الكلام ده كان الذهب بكام كمان، لان اللي بيحصل في مصر مش منطقي. ونبهت وقلت تجار الذهب في مصر هم اللي بيسعروا سعر الدولار في السوق السوداء، وعليه كل اسعار السلع بتتسعر على اسعار الذهب. يجي بتاع الحديد يتكلم الصبح الذهب بكام بكذا، يبقى بتوع الذهب مقيمين الدولار بكذا، فانا كمان هحسب الحديد بكذا. العربيات وراه، الخضار وراه، الفاكهه وراه، السلع المستورده وراه، كل حاجه، اجهزه كهربائيه، موبيليا، اي حاجه. ودخلوا ساعتها هاجموني وشتموني وقالوا لي انت ما بتفهمش ايه اللي جاب الذهب لبقيه السلع، ده حاجه وده حاجه وبتاع. وبعد كده بعد الكلام اللي انا قلته كل الدنيا مشيت وراه بعد كده الفتره اللي فاتت، وقالت نفس الكلام اللي انا بقوله من 10 شهور تقريبا. نبهنا بس للاسف ما حدش سمع. النهارده الذهب ب 2800 جنيه. احنا عندنا، مش عندنا كلنا كمصريين اسئله مشروعه، اسئله مشروعه. مش معنى ان احنا بنسالها يبقى احنا عايزين نخرب البلد واحنا عايزين ندمر البلد واحنا مش خايفين على مصلحه البلد. مفيش الكلام ده كله. احنا بنسال اسئله مشروعه لان ناس كتير جدا، مش ناس كتير جدا، ده كل الناس، غير ان الناس، ان في ناس كتير جدا مش عارفه تشتري الذهب، مش عارفه تحافظ على قيمه فلوسها بالجنيه. كل ما تروح تشتري الاسعار تولع تولع تولع. غير كده كل الاسعار زي ما انا قلت لكم قبل كده متحدده على اسعار سعر الذهب بكام، وكل السلع بتتحدد وفقا للسعر ده. فاحنا كلنا متضررين من اللي بيعملوه تجار الذهب. سالت قبل كده احد التجار في حوار معاه على الصفحه، مين اللي بيحدد اسعار الذهب في مصر؟ يعني حضرتك الصبح لما تصحى من النوم كده، صباح الخير، هنبيع بكام النهارده؟ مين اللي بيقول لك بيع بكام؟ قال لي تجار الكسر. تجار الكسر دول كام واحد؟ كام واحد في مصر؟ 5 10 50 100 100 واحد تجار ذهب كسر هم اللي بيحددوا السعر. مش عارفين تجيبوا 100 واحد؟ مش عارفين تحكموهم؟ مش عارفين تجيبوهم من قفاهم وتعتقلوهم؟ مش عارفين تحاسبوهم؟ ايه اللي بيحصل ده؟ والمصلحه مين اللي بيحصل ده؟ يعني ايه الجرام النهارده عيار 21 ب 2800 جنيه ولسه مكمل؟ لسه مكمل وهو ب 2800 جنيه. يعني حضرتك لا تقول لي دولار، والناس بقى اللي كانت بتطلع يعني تهيص في الهيصه ويقول لك ما انت بتفهمش حاجه، انت مش عارف سعر الدولار بكام في السوق السوداء. لا ليه علاقه بسوق سوداء ولا سوق بيضاء. النهارده بتوع الذهب مقيمين الجرام الدولار على 50 جنيه. يعني اكيد السوق السوداء مش ب 50 جنيه فيها الدولار. اكيد هتقول لي ما هو بيحسبوها على سعر التحوط للدولار. سعر التحوط للدولار حضرتك 44 جنيه. يعني هم لا بيحسبوها على سوق سوداء، ولا بيحسبوها على سعر تحوط، ولا بيحسبوها على سعر رسمي للبنك، ولا بيحسبوها على اي حاجه. هم بيحسبوها بدماغهم كده. يعني حتى الناس المستثمرين اللي بره اللي بيتحوط للدولار، المستثمر اللي بره اللي حابب اللي هيتعامل بالدولار او بالجنيه، بيحسبوا ازاي بره؟ بيروح للبنك ويقول له انا شايف الدولار بعد مثلا 12 شهر اللي هو العقود الاجله ب 44 جنيه. شوف هو باصص للدولار بكام بعد 12 شهر. بعد 12 شهر ب 44 جنيه. يطلع كلامه صح يطلع كلامه غلط، في الاخر هو والبنك يصرفوا مع بعض. انت هنا دلوقتي بتحسب له الدولار ب 50 جنيه يا مفتري. ده انا طلعت من اسبوع والدنيا هاجت عليا وعملت فيديو وقلت البنك التجاري الدولي سعر السهم في بورصة لندن 48 لما تحسبه مقارنة بسعر السهم هو هنا في مصر ب 48، مقيمين الدولار ب 48 جنيه 75 قرش. خدت شتيمة وبهدلة. يا نهار ابيض، 48 جنيه 75 قرش. طبعا ما انت قاعد بره مصر وعايز تخربها. يا سيدي بره مصر مين؟ انا قاعد في مصر ومش هسيبها، دي بلدي، اسيبها واروح فين؟ ودخلوا ساعتها انت بتتكلم في ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت دب دب دب. طب حضرتك دلوقتي جوه مصر، مش بورصه لندن بقى، ده جوه مصر بيحسب لك الدولار ب 50 جنيه. انت ساكت عليه ليه؟ ما احنا مش فاهمين. ما دي اسئله مشروعه. حضرتك ساكت عليه ليه؟ لو تجار الكسر اللي بيقيموا
ساكت عليهم ليه؟ ما بتجيبوش وتحاسبهم ليه؟ الصاغه اللي انا اتكلمت قبل كده بقالي شهور فيها وبقول يا جماعه ده الصاغه دي، الصاغه سوق الصاغه اللي هو في الكبار اللي بيحددوا السعر التجار الكبار، ثلاث اربع محلات. لما قلت قبل كده ان التجار اقوى من الدوله، اقوى من الدوله، وان الدوله صعب تسيطر على الاسعار لان كل تاجر بيشتغل يعني في الاول وفي الاخر عايز ايه؟ هو ده السعر بتاعي، مش عاجبك طب انا هقفل. طب لما ده يقفل وده يقفل وده يقفل انا هشتري منين؟ والناس اللي شغالين عندهم هيروحوا فين؟ بس انا كنت بتكلم على ايه؟ بتكلم على السلع عموما، لحمه وفراخ واكل وشرب وبتاع، محلات كتير على مستوى الجمهوريه. لكن لما تقول لي محلات ذهب بيتحكم في تحديد سعرها 3 4 في الصاغه، ما انتش عارف تحاسبهم، ويبقى في هنا في ازمه، في حاجه مش مفهومه والناس لازم تفهم. في حاجه مش مفهومه والناس لازم تفهم ايه اللي بيحصل. هل انت كحكومه او كبنك مركزي مش قادر تسعر سعر الذهب؟ يعني انت شايف اللي بيحصل ده كله، ما طلع قرار من الصبح الذهب هيتسعر من البنك المركزي زيه زي اي عمله، زي الدولار واليورو والين والريال السعودي والدينار الكويتي، زيه زي اي عمله. الصبح شاشه البنك المركزي بتقول جرام الذهب بكام؟ بكذا. كل المحلات تلتزم بيه، وكل المحلات تعلق شاشه عندها، تعلق شاشه السعر بكذا، نبقى فاهمين. لكن يوصل الحال ان كام واحد مالهمش لازمه يتحكموا في مصير اكتر من 100 مليون واحد ومحدش فاهم حاجه. هل انت شايف كحكومه ان هو ده السعر العادل؟ هل دي مقدمه ان انت هتعوم الجنيه ل 50 جنيه، الدولار ل 50 جنيه؟ ما هي الناس دي بتسال، كل الاسئله دي الناس بتسالها. طالما انت ساكت الناس بتقول لك ايه؟ ادخل شوف مواقع التواصل الاجتماعي بيقولوا ايه، الناس بيقولوا ايه؟ الناس بيقول لك الله، يبقى الناس دي عندها معلومه بتوع الذهب ان الدولار رايح ل 50 جنيه عشان كده بيقيموه 50 جنيه. الناس بتقول كده. طب حضرتك ما انتش فاهم ان الدولار هنا دلوقتي هو شغال ب 37 جنيه ولا ب 37 جنيه تقريبا او ب 37 ونص، وهم مقيمينه ب 50 جنيه. مش خايف ان الناس اللي بره اللي بيشتغلوا بره بدل ما يجيبوا العمله بتاعتهم ويحولوها لك ال 32 مليار، وفي قدهم كتير بيتحول من بره للسوق السوداء، مش خايف على ال 32 مليار دولار دول ان هم بدل ما يحولوهم لك يروحوا يشيلوا بيهم ذهب ويدخلوه؟ هتقول لي ما هو هيجبرك، اقول لك هيدخلوه مهرب. ما هو ده بيحصل كتير. انت مش خايف على كده؟ يبقى حرمت نفسك كمان من ال 32 مليار دولار اللي جايين من بره. بدل ما يروح يشتري، ما هم بيحسبوها كده دلوقتي المصريين في الخارج، هيقول لك ايه؟ هيقول لك بدل ما اشتري بيهم دولار، بدل ما ادخل بالدولار، لا اجيب ذهب وخلاص على كده. بدل ما اجي احوله هنا حتى في السوق السوداء ب 36 ولا 37 جنيه الدولار، لا اجي اجيب ذهب من بره واجي ابيعه هنا ب 50 جنيه بتوع المحلات، يبقى الدولار واقف عليا ب 50 جنيه. هو عايز ايه تاني؟ زي الفل، جبرت. عايز ايه تاني؟ جبرت كده بالنسبه له. انت مش خايف على ده كله؟ اللي بيحصل ده بيحصل ليه؟ ومين اللي ليه مصلحه في ده؟ زي ما قلت تاني، هل انتوا شايفين ان القيمه العادله للجنيه او للدولار هي 50 جنيه مصري اللي بيتقيم عليها دلوقتي سعر الذهب؟ هل هشام عز العرب ما كانش فاهم حاجه لما قال ان الدولار بيساوي 22 جنيه؟ هل كل المؤسسات الاجنبيه والعالميه والبنوك اللي قالت الدولار يساوي 22 جنيه قبل ما يزودوه بعد كده اقصى حاجه ل 37 جنيه ولا 40 جنيه برضو الناس دي مش فاهمه؟ حد يطلع يفهم الناس. ما تسيبوش الناس كده. مصلحه الدمغه والموازين التابعه لوزاره التموين ما بتراقبش ليه التجار دول؟ برضو ما حدش فاهم. النهارده ايساغه لسه من 10 دقائق مطلعه بيان حلو جدا. هي طلعت بيان قبله، يعني بتقول لك احنا مش هنحط الاسعار وبتاع عشان اللعبه اللي بيحصل في السوق. بيان ملهوش لازمه لانه تاني يوم بيرجعوا تاني وبيحطوا الاسعار وكل حاجه. المفروض بقى مش هتحطوا الاسعار، ما تحطهاش خالص على الدنيا ما تتظبط. لكن طلعوا بيان تاني من 5 دقائق مهم جدا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا بنطالب الحكومه ان هي تعلن في بيان رسمي حجم الانتاج لشركات الذهب في مصر كام من السبائك والجنيهات. ليه يا ايساغه؟ قال لك عشان الحجه اللي بيتلكك بيها التجار وبيقول لك اصل ده عرض وطلب، خلاص نقفل عليها بقى. لان ايساغه وجهه نظرها زي وجهه نظري زي وجهه الناس كلها. مفيش حاجه اسمها عرض وطلب هو اللي بيتحكم في السعر. عرض وطلب ايه؟ انت محسسني انا فراخ الجمعيه ايام الثمانينات ليه؟ محلات الذهب ما هي واقفه. ما انا جنبي تحت في المنطقه اللي انا فيها في يجي 100 محل ذهب، وبنزل اعدي عليهم من شويه كل شويه. مفيش، مش بالضرب يعني عليهم، والله العظيم 3 محلات فاضيه. يبقى ما تقوليش عرض وطلب. وده اللي بيقوله ايساغه في البيان بتاعه، بيقول ان في تلاعب في الاسعار وان الناس بتستغل او التجار بيستغلوا موضوع العرض والطلب ده وبيبرروه وبيقولوه عشان يبرروا بيه اللعب اللي بيلعبه كبار تجار الذهب. ده بيان ايساغه النهارده. يعني ايساغه نفسها اللي هي منصه تداول الذهب على الانترنت
بتقول لك ان مفيش حاجه اسمها عرض وطلب، وده كله كلام فاضي وفي لعب في الاسواق. حضرتك ساكت ليه؟ حضرتك مستني ايه؟ طب حضرتك ما انتش فاهم ان لما ده كله يتنشر في المواقع، وكل مواقع تنشر ان الذهب متقيم في مصر على 50 جنيه الدولار، مش فاهم ان المستثمر الاجنبي كده بيطمع لو انت هتعوم من 34 او ل 35 جنيه، هيطمع ل 50 جنيه اللي هو متقيم بيها الذهب دلوقتي عندك. وطالما حضرتك ساكت يبقى انت شايف ان دي القيمه العادله للجنيه بتاعك. انت ساكت ليه؟ برضه محدش فاهم حاجه. دي اسئله مشروعه. طلعوا بيان الناس كلها مع الدوله، والناس كلها ايدها في ايد الدوله، بس تفهم. ما تسيبوش الناس على عماها. اطلع يا وزير التموين، اطلع بتاع مصلحه الدمغه والموازين، وقول اللي بيحصل في سوق الذهب 1 2 3، واحنا ساكتين عشان 1 2 3. اطلع يا محافظ البنك المركزي وطلع بيان وقول انا هسعر الذهب من الصبح، وهعمل تسعيره ليه، وهعمل شاشه ليه، وهتنزل على كل الشاشات في البنوك ان السعر كذا، وهتنزل على سعر الشاشات في المحلات، وكل محل يبقى فيه شاشه ان سعر الذهب كذا. او قول انا مش هعمل ده عشان 1 2 و3، بس فهم الناس. ما تسيبش الناس كده مش فاهمه حاجه، واحلامها يعني مش احلامها، اوهامها، او مش اوهامها كمان، يعني افكارها بتوديها في حتت مش حلوه خالص. ده بيقيموه ب 33 الذهب، يبقى الدولار هيتعوم في البنك ب 33. لا ده بقى بيقيموه 35 يبقى 35، لا ده ب 40، لا ده ب 50. انت سايب الناس ليه كده؟ اطلع ارجوك يا بتاع الدمغه والموازين، اطلع يا محافظ البنك المركزي، اي مسؤول يطلع يفهم الناس اللي بيحصل في سوق الذهب. بس في النهايه ربنا يكتب لنا الخير جميعا. ومش هقول لحد يشتري ولا ما يشتريش، ماليش علاقه في المسخره اللي بتحصل دي مسخره. انا قلت من زمان اللي عايز يشتري من بره مصر. ومؤخرا قلت لما جاب 1000 ونص ولا 1300 بتاع، قلت اللي عايز يشتري طالما احنا دخلنا في سكه التعويم بالشكل ده، فخلاص ما فيهاش خوف. اللي عايز يشتري. واللي كلموني وبيقولوا عايزين نبيع من فتره، قلت لهم لا ما تبيعوش، لان واضح ان لسه الدنيا مكمله. وده اللي حصل اهو، الدنيا لسه مكمله. اطلعوا طمنوا الناس. تقبلوا تحياتي سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمه الله.